الملف الأول في نشرتكم، فقد تصدرت الأزمة بين تونس والإمارات السجالات العربية على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق تونسيون هاشتاج تونس تؤدب الإمارات بعدما منعت تونس طيران الإمارات من دخول أجوائها. وتداول المغردون عبر الهاشتاج آراءهم في الخطوة التي رأى كثير من المتفاعلين التونسيين أنها ترد كرامة النساء التونسيات، بينما رد مغردون إماراتيون على هذه الانتقادات بهاشتاج أمن الإمارات خط أحمر. الخطوة التونسية جاءت ردا على قرار سابق من الإمارات بمنع النساء التونسيات من دخول أراضيها. المزيد في فيديو AJ+. هذا شيء معين للدولة، للحكومة، لينا كشعب، وللمرأة التونسية اللي طلعت باجي قايد سبسي وطلعت يوسف الشاهد. انكم تاخذوا قرار بالجملة والتفصيل ضد نصف الشعب التونسي بدون تفسير او تعليل، فذلك دليل على انه تطور وتحرر المرأة التونسية بقى في حناجركم شوكة. اما نساء الامارات مرحبا بهم في بلادنا، المعاملة بالمثل لا تعنينا، لانه تونس بلد يحترم نساء العالم ويعامل المرأة كإنسان ومواطن كامل. وقد أعلنت تونس تمسكها بقرارها منع طيران الإمارات من دخول أجوائها، وطالبت أبو ظبي بتقديم اعتذار علني. وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي في تصريح لإذاعة محلية أن الإماراتيين اتصلوا به وقدموا اعتذارا، لكنه شدد على أن تونس تريد اعتذارا علنيا. بينما شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في لقاء مع خميس الجهناوي على ضرورة صون كرامة كل التونسيين، مؤكدا حرصه على عدم المس بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات. وقد عبر التونسيون عن آرائهم في هذه القضية بطرق مختلفة. نتابع بعض ما نشروه على يوتيوب. يا باش تاخذوا موقف بالحق اللي هو يمشي ويساند بالرسمي معناها الكارثه اللي صارت اليوم. المراه التونسيه ماهيش مستحقه باش تدخل بلاد العربان، بلاد الخليج المسخه، اما المراه التونسيه ذيك تعملها ترانزيت على خاطرها مراه معناها فام دافير، مراه تمشي تخدم على روحها، ومراه معناها تمشي هي دي فام دافير، ونساء واصلين ونساء متعلمين ومتثقفين. الامارات هذيك عاملينها قنطره لوكسه يتعداو عليها، نساء ماشيه لهونغ كونغ ونساء ماشيه باش تخدم على رواحها، تجي انت توقفها كيك في نار وليله. ونحن تحب ولا تكره عنا ريشه، فهمت؟ عنا ريشه، عنا ستيل خاص بينا، ومن الستيل اللي خاص بينا نكرو نحن الحقره ونكرو شكون يغزرنا من فوق، فهمت؟ طبيعه فينا، وهالطبيعه هذه فينا. انا باش نحكي لك علاش طبيعه فينا، لانه ثم طرف من التاريخ مغيب عليك، فهمت؟ نكرو ما نجموش ندنكسوا خشمنا. نعم، التاريخ سيذكر نفسه. تونس تؤدب الإمارات العبرية المتحدة. ألا تعرفون أن تونس هي البوابة الأولى لإفريقيا كي تعبر؟ إذن تفاعل واسع تونسي وعربي مع قرار الحكومة التونسية. الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي كتب في منشور على فيسبوك: عندما أتذكر كل من هاجموني به لما قلت حكام أبو ظبي خطر على ثورتنا ومصالحنا وكرامتنا، عندما أتذكر ما كانوا يقولونه عن قطر وهم اليوم يتزاحمون هناك الواحد وراء الآخر، أقول حقا صدق من قال ما يعجبك في الزمان كان طوله. المهم ليس أن أكون على حق، وإنما أن يتعلموا. ماذا مثلا؟ أن أبسط قواعد السياسة قدرة التفريق بين العدو والصديق، وأبسط قواعد الأخلاق صلابة الدفاع عن قيم ثابتة. الإعلامية الجزائرية أنيا الأفندي غردت قائلة متضامنة مع تونس التي قررت رد اعتبار المرأة التونسية: صحيح تونس لا تملك ناطحات سحاب، لكن تملك كرامتها التي لا يمكن أن تفرط بها، وإهانة المرأة التونسية هي إهانة لكل امرأة مغاربية. أتمنى تجاوز هذه الأزمة مع فهم ضرورة احترام الدول العربية والإسلامية. الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي قال في تغريدته: أتمنى من الأشقاء في تونس مواجهة الحقيقة وإدراك أن
أن التطرف والإرهاب هو الخطر الأكبر على أمن واستقرار تونس، أن معركة الإرهاب هي معركتنا جميعا، أن علينا أن نوحد صفوفنا في مواجهته من أجل تنمية وتطور أوطاننا. الصحفي الموريتاني الخليل ولد جدود قال في تغريدته: قرار الحكومة التونسية تعليق رحلات طيران الإمارات إلى تونس، أول من تضرر منه مسافرون توانسة، جمعتني بهم الليلة رحلة من السعودية إلى دبي لهذه الشركة الرائدة في النقل الجوي. المتضررون كانوا في طريقهم عبر نفس الشركة لقضاء إجازة أعياد الميلاد المجيدة في بلدهم تونس الخضراء. الصحفية المصرية آية عبد الله قالت في تغريدة لها: صديق تونسي عنده طيارة يوم الجمعة من الإمارات لتونس، يعني كان مسافرا، بسأله هتسافر إزاي؟ قال لي مش مهم، كرامة نسواننا أهم. الناشط التونسي شوقي العطار قال في تويتر: الإمارات تمنع نساء تونس من دخول أراضيها، تونس تمنع الإمارات كلها من دخول أراضيها، اللي ما يربيه الزمن تربيه تونس. كما تداول رواد منصات التواصل صورا تعبيرية عن إلغاء الرحلات بين تونس والإمارات على خلفية منع التونسيات من دخول الإمارات. الآن نعود مرة أخرى إلى منصات التواصل الاجتماعي مع الزميلة هاجر محرر. ما هو الجديد لديها